أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن أبدا يتعرضوا أي شكل من أشكال القمع. الرئيس السيسي علم وزير خارجية أمريكا الأدب، وبعت رسالة للأمريكان إن مصر مش هتسمح ليهم ولا للإسرائيليين بتهجير الفلسطينيين لسيناء. ولما الوزير طلب إن الأجانب اللي في غزة يخرجوا من معبر رفح، الرئيس قال له موافقين، بس قبل ما يعدوا المساعدات تكون داخلة، وطلب من الأمريكان يعملوا هدنة ويدخلوا المساعدات. وتحت ضغط مصر الإسرائيليين رجعوا المياه لجنوب غزة بشكل جزئي. وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن جه مصر ضمن جولة في المنطقة عشان الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، واجتمع مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية. طبعا الراجل جاي عشان يسمع إدانة من مصر للي حصل من حماس، لكن الرئيس قال له أيوة احنا ضد أي استهداف للمدنيين، بس شوف الفرق، في 12,500 فلسطيني ماتوا في الحروب بين غزة وإسرائيل مقابل 2,700 إسرائيلي بس، وفي 100,000 مصاب من الفلسطينيين مقابل 12,000 مصاب إسرائيلي، واتقتل 2,500 طفل فلسطيني مقابل 150 طفل إسرائيلي. قال له كمان وانت بتدين اللي حصل من كام يوم لازم تسأل ليه حصل، والسبب إن الفلسطينيين ما عندهمش أي أمل ياخدوا حقوقهم. بعد كده وزير خارجية أمريكا طلب إن الأمريكيين والأجانب اللي في غزة يخرجوا من معبر رفح ويروحوا بلادهم، والرئيس قال له إحنا موافقين نساعد أي حد عاوز يخرج، بس في نفس الوقت لازم المساعدات تدخل لإخواتنا في غزة. وحط الشرط بشكل واضح، عاوز ناسك يطلعوا من هناك يبقى لازم تضغط على إسرائيل عشان المساعدات تدخل للناس المتحصرة من أهلنا. والرئيس طلب هدنة إنسانية لساعات يتم فيها دخول المساعدات، ويبقى في ضمانات أمريكية تسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة بشكل مستمر. ووزير خارجية أمريكا قال إنهم موافقين، وهيروح إسرائيل عشان يجيب الموافقة على دخول قوافل المساعدات وعدم التعرض ليها. وبلينكن قال بالنص أنا واثق إن المساعدات هتعدي من مصر لغزة، وخلال ساعات هيكون ده حاصل. الملف الثالث هو خطة تهجير الفلسطينيين لسيناء. الرئيس السيسي قال للأمريكان إن مصر مش هتسمح بده، حماية لأمنها القومي وللقضية الفلسطينية، وبوضوح كده ينسوا موضوع الوطن البديل بشكل كامل. وكمان حذر بلينكن من خطة إسرائيل لإجبار أهالي غزة على النزوح لمصر عن طريق تخييرهم بين الموت تحت القصف أو الموت بالجوع والعطش. والرسالة اللي الرئيس طلب من وزير خارجية أمريكا يوصلها للإسرائيليين إن الحرب ممكن توسع في الإقليم كله لو استمر القصف وحصل اجتياح بري. وأكد إن حرب الإبادة اللي بيتعرض ليها أهل غزة مرفوضة تماما ولازم تقف، وجنب وقف الحرب لازم تبدأ مفاوضات للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين عشان القضية تتحل من جذورها. والسيسي قال لبلينكن إن مصر مستعدة للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهتعمل مؤتمر إقليمي للسلام يجمع كل الأطراف. وفي نهاية اللقاء وزير خارجية أمريكا أكد إنهم بيحترموا مصر ودورها، ومش هيدعموا خطط التهجير والتوطين، وهيضغطوا على الإسرائيليين لدخول المساعدات لقطاع غزة. وربنا دايما يحمي بلدنا من كل شر ويحافظ على أهلنا في فلسطين.